بالفيديو خطاب خطير يهز العالم من ولي العهد المغربي مولاي الحسن، يتدخل ويفاجئ الشعب المغربي ويزلزل حكومة عزيز أخشنوش ويعلن عن مفاجأة مفرحة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قال. ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن مولاي الحسن أفضل ولي عهد في العالم، يرجى الإعجاب بالفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. أصبح المواطن المغربي يعيش ظروف صعبة وقاسية خلال الشهور الأخيرة، وذلك بسبب الارتفاع الغير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والمحروقات وغيرها، ولم يعد للمواطن المغربي مفر وأصبح يعيش على حافة الفقر، وذلك بسبب الحكومة المغربية الفاسدة. لكن ما هز العالم وهو ما قام به ولي العهد المغربي بعد هذه الأزمة. وأعلنت شبكة ووتر في تدوينة جديدة نشرتها جاء فيها قال ولي العهد المغربي الحسن اليوم في تصريح تداولته الصحافة المغربية: إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا يشهد به العالم إلى أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجات المتزايدة للمواطنين المقهورين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف مولاي الحسن: وفي هذا الصدد ندعو الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية كل في مجال اختصاصه لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد. وأكد مولاي على أنه لن يتردد في محاسبة من ثبت في حقه أي تلاعب أو تقصير بمصالح المواطنين، لافتا إلى ضرورة التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية التي تم إطلاقها. وفي النهاية، إذا كنت تفتخر بولي العهد المغربي وتتفق مع كلامه، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو